قرية جابر الكردية تابعة لمدينة سلقين، وتبعد عن سلقين حوالي 5 كيلومتر في محافظة إدلب. عدد بيوتها 150 بيتا، كلهم كرد. الجيل القديم يتكلم الكردية، لا زال محتفظا بلغته، أما الجيل الذي بعده فقد أضاع لغته نتيجة لظروف الاستبداد من كافة الحكومات التي حكمت سوريا. من شخصيات هذه القرية الدكتور جمال بليلو ومصطفى بليلو وحج محمد بليل وجمال بلال. هذه القرية مثلها مثل عشرات القرى والبلدات الكردية المنتشرة في إدلب، حيث التواجد الكردي في إدلب قديم ومن أزمنة سحيقة، كما قال المستشرق الفرنسي رينيه دوساوت بأن التواجد الكردي في سوريا أقدم من التواجد العربي بأزمنة سحيقة ويعود إلى ما قبل الميلاد. هذا ما ذكره المستشرق الفرنسي رينيه دوساوت. لذلك هذه القرية وغيرها من القرى في جسر الشغور كمدينة ناحية بدامة مثلا، وأكثر من 10 قرى كردية تابعة لها، بالإضافة إلى ريف جسر الشغور الشرقي لا يمكن تعدادها في هذا الفيديو، وقد نشرت فيديوهات كثيرة عن هذا الأمر. اليوم موضوعي هو عن قرية جابر الكردية التابعة لمدينة سلقين في محافظة إدلب. هذه المعلومات عن القرية أرسلها لي أحد أبناء القرية وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. سلامي لأبناء العمومة في قرية جابر.